راجل متجوز بقاله سنين، وكان في الأول بيحب مراته جدا، مستني يرجع البيت علشان يشوفها. لكن مع الوقت حس إنه اتغير، بقى يتأخر، يهرب من البيت، مش بيحب يقعد معاها ولا حتى يرد على رسائلها. وكل شوية يقول لنفسه أنا ما بقتش بحبها. فضل يدور على سبب، وكل اللي حواليه قالوا له عادي، الحب بيروح بعد الجواز. لكن هو رفض يقتنع، لأنه شايف مراته لسه بتحبه ومشاعرها ما بردتش زيه. صلي على النبي في التعليقات واشترك في القناة. بدأ يحس إن المشكلة مش فيها، المشكلة جواه. لجأ لصديق ليه، طبيب متدين، وحكى له كل حاجة. الدكتور سأله سؤال بسيط: أنت مؤمن بربنا؟ قال أكيد. رد عليه: طب امشي على وصيته وابدأ بغض البصر. قرأ عليه الآية: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. جرب تغض بصرك لمدة شهر وشوف الفرق. وفعلا بدأ يحاول. قاوم صوره اللي متعود عليها والسوشيال والمشاهد اللي كان شايفها عادية. وفي أولها كان الموضوع صعب، لكنه كمل. بعد نص الشهر بدأ يحس إن قلبه بيرتاح. بدأ يبص لمراته تاني بنظرة حب، بدأ يشتاق لها ويدور عليها وهو داخل البيت. ولما شافها قال لها أنا لسه بحبك، بس كنت تايه. رجع للدكتور وشكره وقال له ربنا كان مستنيني أرجع له علشان أعرف أحب مراتي من تاني.